وبصراحة هتشوفوا النهاردة ان الإنسانة دي فاقت الرجال. ودعوة للي بيخدموا مدارس الأحد واللي بيقللوا من قيمة البنات. البنت طلعت كويسة تقدر تغير البيت والغيط وكل حتة، طلعت وحشة تبوظ البيت والغيط وحاجات تانية. فكل الاستثمار ان استثمرنا في البنات احنا كسبنا الحياة الأرضية اللي موجودة على الأرض، وكسبنا كمان للسماء إن عرفنا نستثمر في البنات. بزعل جدا لما يجي أب يكون مثلا مخلف بنات يبقى زعلان، قال يعني عشان ما عندوش ولد. بالعكس، وجود البنات في الحياة دي حاجة جميلة جدا. طبعا انتوا فرحانين بالكلام الأخوات، لكن خلوني أقول الذي يغير البيت بقول البنت مش الولد. الولد ملوش تأثير زي البنت. مهما عمل الراجل، اتوجدت البنت التقية القديسة بتغير كل الأجواء الروحية. تستطيع أن تشيع جو قداسة إن كانت مقدسة، تستطيع أيضا أن تأخذ شخص إلى الهلاك إن كانت في طريق شرير. عشان كده اتوجد عن البنات آية جميلة جدا في سفر المزامير، يقول في مزمور 144 يقول بناتنا كأعمدة الزوايا منحوتات كبناء هيكل. بناتنا أعمدة زوايا شكلها جميل، عمود ومنحوت، لأن ربنا نحت في الأخوات الشكل الجميل أجمل من الرجالة، بطبعها كده أجمل، ربنا خلق كده. فبيقول أن بناتنا كأعمدة زوايا. تستطيع هذه الأنثى التقية أن تكون سند، عمود زاوية يعني ماسك منطقتين، بلس إن عندها تاج موجود، تاج عمود وشكله حلو. يعني انتوا اهو التاج بتاع العمود اللي موجود ده في انواع كتيره من التيجان، المهندسين عارفين. فبيقول ان هي منحوته، الله شكل فيها شويه قدرات مش موجوده عند الرجال. فكل واحد مننا ان يستثمر عنده بنات. لو انت عندك بنات كأنثى، ساعات بزعل جدا لما تيجي واحده تقول لي ايه، تقول لي يا سيدنا صلي لي انا عندي بنات وعايز اجيب ولد. مره يا ابونا جات لي واحده عندها 4 بنات وانا في شرم الشيخ، فبتقول لي يا ابونا صلي لي انا عايز اجيب ولد. فقلت لها مش لازم يعني موضوع الولد، هي خلفيتها يعني الثقافه بتاعتها. فقلت لها البنات احلى بكتير من الولاد. قالت لي لا انت تصلي لي. قلت لها طب خلاص صلي. فصلت لها، جابت بنت 5. فبقول انه كل الاستثمار، باكد من جديد، ان قدرنا في كنايسنا ان احنا نطلع بنات قديسات يقينا البيوت تبقى كويسه. وضمان صمام امان للبيت هي الزوجه مش الراجل. بصراحه ان وجدت الانسانه التقيه ربما تحتمل ويكون عندها طول بال وتغير ما في البيت. مش عاجبكم الكلام؟ مين مش عاجبه؟ انتوا عاجبكم طبعا. هم شكلهم يعني لسه. خلينا اكلمكم النهارده عن شخصيه نسائيه عظيمه اسمها يهودت. كتب عنها مرات البابا اثناسيوس قديس كيرلس الكبير في اشارات عنها كتحقيق للقصه. في وقت من الأوقات تعرض إسرائيل، مملكة إسرائيل ومملكة يهوذا للسبي. في الوقت ده ظهرت الشخصية دي، شخصية أثناء ما هو في حصل هجوم من الأعداء. وهذه الإنسانة هتشوفها دلوقتي إن هي انتصرت في معارك كثيرة جدا. ودعوني اليوم أتحدث عنها في 5 نقاط. إيه قصتها بسرعة؟ إن بنت ست، والست دي كانت متجوزة وبعدين جوزها مات. حصل الأعداء عايزين يهجموا على المدينة اللي هي فيها. كل الناس سلموا، قالوا بعد 5 أيام لو ما ربنا أنقذناش يبقى خلاص هنسلم البلد. هي وقفت قدام الموضوع وانتصرت وعملت حيلة وحصل انتصار كبير زي ما هنشوف بعد شوية. هذه هي يهودت. يهودت بقى بقول هقف قدام 5 محطات ربما تعلمنا اليوم. أول حاجة قبولها الترمل، أنها ترملت. كل الشكر لكل الأمهات اللي ترملوا. وعندنا في المنطقة في القطاع المنتزه، لأن احنا عدد أكبر، مات في وقت كورونا شباب كتير، فأصبح عندنا أرامل حداثات موجودين. أنا نصحت الآباء إن هم الأرامل الحداثات يتزوجن زي ما قال الكتاب، البنت الصغيرة الأرملة تتجوز. أما نصحت الأبهات هم راحوا قالوا للأخوات البنات اللي هم الأرامل دول أصروا إن هم يكملوا عشان خاطر ولادهم، ما يسمى قبول الترمل. ليه بقول الكلام ده؟ لأنه واحدة أرملة عاشت من أجل هدف تربية الولاد،
دي حاجة الله يحسبها لها كبيرة جدا، أنها ضحت، إن اعتبرت نفسها أنها كرست حياتها من أجل أولادها، فحاجة اسمها قبول الترمل. وربنا اللي سمح أن ياخد جزء، عفوا يعني ما فيش حد بيقبض الأرواح، مفيش حد بيقول أنا عايز أموت بيموت. فمين المسؤول عن الأرواح؟ الله. بما الله أذن إن يلقط جوزها ويسيبها لوحدها، يبقى الله مسؤول. عشان كده يسميه قادمين للأرامل، هو مسؤول عنهم، مسؤول شرعي عنهم. عشان كده يقول لا تدخل في سفر الأمثال، لا تدخل حقول الأرامل والأيتام لأن وليهم حي. المسؤول عنهم صاحي ويقدر يجيب حقهم. عشان كده أي حد مننا يجي على أرملة ليلتك سودة، نهايتك سودة، مش هجمل الكلمة. أي حد يقرب من أرملة وياخد حقها نهايته سودة، ولا يستفيد من اللي أخده. يقول عشان مثلا مرات أخ وأخويا مات وكده فأنا أخد، إياك حسك عينك، لأن وليهم إيه؟ حي، هو مسؤول عنهم حي. فهي قبلت الترمل، بس بين قوسين ما عندهاش ولاد، فبقت وحيدة. وكمان إضافة لحياة يهوديت أنها كانت غنية، عندها عزبة وعندها ناس شغالين وجميلة المنظر. اسمع كده، يقول كانت يهوديت مترملة في بيتها، وقعدت فترة من عمرها فقط عايشة في تكريس. بعد ما جوزها مات، جوزها أصيب بما يسمى ضربة شمس، زي ابن الأرملة اللي من شونة، المرأة الشونامية، فمات ابنها بسبب ضربة الشمس. ضربة الشمس بالفعل تموت. مات جوزها في حصاد الشعير وبيت هي لوحدها. وما تبقى أرملة لوحدها ومعاها فلوس ولا تعرف الله، ربما تحتفظ صحيح بعدم الزواج لكن تنفلت في أمور كثيرة. لكنها بين قوسين أنها ترملت وهي وحيدة، لكن كان عندها صفات جميلة. يقول الكتاب المقدس بولس الرسول يتحدث عن الأرامل، بيقول الأرملة ولكن التي هي بالحقيقة أرملة ووحيدة فقد ألقت رجاءها على الله. قالت له أنت رجايا. وهي تواظب، يكمل الرسول، وهي تواظب على الطلبات والصلوات ليلا ونهارا. يا بخت، أنا بحيي كل أرمل عاشت من أجل هذا الهدف المقدس، أنها عاشت للمسيح. كان عندنا خادمة في الكنيسة اللي أنا اتربيت فيها في القاهرة، وكانت ما خلفتش يعني، وجوزها مات. فكنا احنا كشباب صغيرين، هي الخادمة بتاعتنا، فممكن احنا نروح نسأل عليها ونشوف طلباتها وكده. ففي وقت وفاة جوزها كنت أنا موجود، أنا وخادم تاني. فراحت اتصلت بطماف مريم بتاعت، فاكرين النوبارية، عارفين طماف مريم؟ فصاحبتها يعني، فقالت لها يا أمنا ده أستاذ فلان، تقول عليه أستاذ فلان، أستاذ فلان مات. قالت لها يا بختك. دي طماف تقول لها يا بختك. الصوت التليفون كان زمان اللي هو السلك ده، بس الصوت عالي فأنا سامع الحوار. يا بختك، انت اصبحتي فاضيه دلوقتي للمسيح، انت بقيتي عروس جميله للمسيح. قفلت السكه طماط وتقول لي الكلام ده تاني، انا سمعته بس تقوله تاني. قلت لها بقى ايه تسال فيها طماط، مش انا ما عنديش اجابه. فانها ترملت وعاشت بتقوى، لان في ارامل قال عنهم الكتاب انها ماتت وهي حيه، لانها انفلتت، ماتت وهي حيه. عشان كده بدعو كل، ما دام اخترتي رساله لكل الارامل، ما دام اخترتي ان تعيشي من اجل اولادك، اضبطي حياتك، لان عندك مسؤوليه، انت المسؤوله عن ولادك. اضبطي الحياه، عيشي من اجل هدف اسمى وهي تربيه ولادك وتدخليهم لغايه المجد. كانت بقول ان هذه يهودت قبلت الترمل. تاني حاجه، كانت تقيه. انا ممكن ارمله واقفل على نفسي لكن ما فيش تقوى، لكنها كانت تقية. بيقول عنها الكتاب برضو في سفر يهودات، بيقول كانت تصوم جميع أيام ترملها، ما خلا السبوت وعشيتها ورؤوس الشهور وعشيتها وأعياد بيت إسرائيل وأفراحهم، وكانت جميلة الطلعة. كانت دائما صائمة مع أنها غنية. ساعات الواحد يجبر على الصيام كفقير الإمكانيات، لكنها كانت غنية وكمان عندها إمكانيات، لكنها كانت تقية، إنسانة بتحب ربنا، كانت مكرسة حياتها كلها لصوم وصلاة وعبادة. يقول الكتاب المقدس عنها برضو كانت قد هيأت لنفسها علية على سطح بيت. شاف يعني مش بس إن هي صايمة، لكن عملت مكان بتاع علية. وهذا المكان بتاع العلية أحبة، يعني لازم كل واحد مننا يبقى له خن، يبقى ليه محبس، مش محبس حرفيا،
حاجة بيحبس فيها نفسه. لابد أن يكون هناك مخدع صلاة، لازم تستخبى شوية. قال له اختبئ يا شعبي نحو لحيظة حتى يمر الغضب، سفر إشعياء. انت لازم تستخبى، ولما استخبتش انت معرض لهجمات. كانت عندها علية على السطح، وكانت هذه الأرملة كانت تكرس وقت صلوات كثيرة. وده مطلوب مننا. ازاي نخرج واحدة قديسة؟ خدوا مني نصيحة، مش انها بتخدم في الكنيسة ابدا ابدا، مش خدمة في الكنيسة تؤهلك ان تكون قديسة، لكن المكان بتاع العلية. قال احدهم اين مكان قوتك؟ قال له ده مكان العلية، المكان اللي بيصلي فيه ده مكان القوة. عشان كده ايليا وإليشع عندما اراد الاثنين ان يقيم ميتا حصل ايه؟ ودوه فين؟ السكن بتاعه، ده المكان بتاع الصلاة، هو ده اللي بيقيم اموات، هو ده المكان اللي بيقيم اموات. عندما ترى شخص مقبل على الموت انت محتاج تعمل ايه؟ تدخل ايه؟ تدخل علية. يقول وكانت قد هيأت لنفسها علية على سطح بيتها. الترامل في المسيحية مش معناها واحدة مش متجوزة، لكن واحدة عاشت الفترة اللي في عمرها خصصتها للمسيح. وهناك ست أنا بحبها جدا اسمها حنة بنت فانوئيل، التي استقبلت المسيح طفل رضيع وعنده 40 يوم، هي والعذراء أمنا القديسة ويوسف البار. استقبلت، شالت الطفل يسوع كسمعان الشيخ، حملوا عزكية كمان. الست دي ليه؟ الست دي بالذات اسمع كده، لأن الست دي كانت كثيرة الصلوات. نفسي ربنا يهبنا كشعب نبطل خدمات، شو تقول ايه؟ نبطل أنشطة ونيجي قدام ربنا بس نصلي. ايه عملت لنا الأنشطة؟ حركت الجسد، غزت شوية حاجات، لكن سابت الروح ايه؟ ضعيفة، روح ضعيفة. يقول الروح، المسيح بيقول الروح نشيطة والجسد ضعيف. دلوقتي في ببني عضلات وبعمل شوية حاجات ذهنية، لكن الروح ضعيفة. يقول عن هذه الأرملة، وهي أرملة نحو 84 سنة، ترملها 84 سنة طبعا، بلس انه هي اتجوزت وقعدت مع جوزها فترة، فيعني سنها 100 وحاجة سنة مينيمم يعني. وهي أرملة نحو 84 سنة لا تفارق الهيكل، عابدة بأصوام وطلبات ليلا ونهارا. فهي في تلك الساعة وقفت تسبح الرب، وتكلمت عنه، عن هذا الطفل، مع جميع المنتظرين فداء في أورشليم. أن يهودت كانت تقية، تصوم تصلي في مكان مخبأ بتصلي فيه. أرجو أن هذا الكلام ما يكونش وعظ، لكن أنت تتحمس أن يكون عندك هذا التوجه. ثالثا، المرأة أو يهودت دي كانت عندها غيرة مقدسة، غيرة مقدسة. ساعات الستات يغيروا على الرجالة، صح؟ ما بيعملوش، بغير وبتتخانق معاه، انت كلمت دي ليه؟ وقلت ايه؟ وعملت ايه؟ وبترد ليه؟ تعرفوا ان الله بيغير علينا. يقول غيرت رب الجنود لما اتكلم عن ميلاده في إشعياء 9، يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. يكمل يقول وغيرة رب الجنود تصنع هذا، أنه يغير علينا وعايز يخلصنا. تعرفوا أن الواحد لازم برضو يغير على ربنا، يبقى عنده غير على ربنا ويدافع عنه. يا الإهانة التي يعيشها يعني أو يحس بيها ربنا، إهانة. قال كده اسمي يهان، أنا بتهان. فمحتاج واحد يبقى عنده غيرة، وربما هذه توفرت في أبونا بشوي، كان عنده غيرة على ربنا، بيغير عليه، عايز حقه، عايز يدافع عنه. محتاج إنه كل واحد مننا كل شوية يبقى عنده الغيرة دي، غيرة على أمور الله، على ما يخص مقدسات الله، مش بالخناق لكن من القلب، من الدافع، من جوه عندك غيرة وبتدافع عنه. لما بتلاقي اسمه بيهان انت ممكن تكرم اسمه. قال كده عظموا الرب معي ولنعلي اسمه. ايه ده نعلي اسمه؟ يعني احنا نعرف نعلي اسمه؟ قال لما تبقى عندك غيرة تعمل كده، عظموا الرب معي. ده داود بيقول ونعلي اسمه معا. انت محتاج يبقى عندك كده. هي كان عندها الغيرة دي، غيرة مقدسة. ليه؟ شايفة شعبها هيتهان وإلهها هتقل قيمته. اسمعوا كده، جابت الناس
اما العدو عايز يدخل البلد فجابت الناس اللي هم يعتبروا ايه؟ المسؤولين الروحيين، المحافظين، العمد. بتقول لهم ايه؟ اسمعوا لي يا رؤساء السكان، ليس صائبا كلامكم الذي تكلمتم به امام الشعب في هذا اليوم. سمعت اصل الناس جمعوا قال لهم يا جماعه لو ربنا ما انقذناش بعد 5 ايام احنا هنسلم البلد. فقالت لهم كلامكم مش صائب. ليس صائبا كلامكم الذي تكلمتم به امام الشعب في هذا اليوم، فاقسمتم ذلك اليمين الذي اديتموه بين الله وبينكم، فوعدتم بتسليم المدينه الى اعدائنا ان لم يغيثنا الرب في الايام ال5. معقوله تعملوا كده؟ معقوله تسلموا البلد؟ تسلموا وسميتها هي في الصلوات ميراث الرب، دي حاجه ربنا، انتوا تسلموها؟ يا بخت كل واحد مليان غيره من اجل امور الله. ساعات ربنا على فكره يغير علينا. اقول لك يغير علينا ازاي؟ اديك مثال. لو انا بربي ابني في البيت وشايفه طول النهار معايا لعبه، ولا بيقعد ياكل معانا ولا بيخرج معانا ومعاه اللعبه دي، ساعات الاب يمتلئ غيره على ابنه. يعمل ايه؟ ياخد اللعبه دي ويكسرها. الواد يعيط مش همه، قال له احنا عايزينك انت. ساعات واحد يعمل ايه؟ يروح مموت ابنه. لا ده هو بيعمل ايه؟ الغيره تعمل ايه؟ يبوظ اللعبه اللي واخدك. ساعات الله يغير علينا، وهناك العاب نلعبها ان كانت هذه الالعاب يا احبه قذره، فالله يعمل ايه؟ يبوظها لانه بيغير علينا. لابد ان يرد هذا تجاه الله، ان احنا بنغير عليه هو كمان، ما نحبش حد يهينه ويجيب اسمه بكلام مش صحيح. هي كان عندها الغيره المقدسه، وقالت كده كلمه جميله، ربما بولس قال شبهها الرسول، قالت ان قبض علينا قبض كذلك. لو احنا حتى اتسلمنا للموت نتسلم، بس نعمل حاجه. عشان كده الغيره المقدسه دي مش عند كل الناس. أذكركم بالغيرة للمسيح إلهنا غارها على بيته. ما تزعلوش من اللي حصل، إنه المسيح، ودي على فكرة من ضمن وظائف الأب الأسقف، ركزوا في اللي أنا بقوله ده، إن أنا في يوم من الأيام ليا الصلاحية والسلطان أن أوبخ. في واحد بيقول لك شجع، لكن وبخ، انتهر، عظ بكل أنات وتعليم. أنت دوري أنا كوظيفة في الكنيسة إن أنا أوبخ. ليه؟ انطلاقا من الغيرة المقدسة. إن ترى أمور غير صحيحة مطلوب منك أنت كمان. عشان كده مهم جدا إن الواحد بقول يمتلئ غيرة على مقدسة الله. هكذا فعل المسيح، يقول وتذكر تلاميذه قائلين أنه مكتوب غيرت بيتك أكلتني. فلابد يبقى عندنا الغيرة دي، يبقى مملوئين حماس. رسول بولس بيقول لنا كده في مرة من المرات، بيقول لهم أنا بغار عليكم غيرة الله، أنا غيران عليكم، شايفكم مرات في حتة بعيدة. أغار عليكم غيرة الله لأني خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. من ضمن أدوار الكنيسة والأباط الكهنة اللي في الكنيسة، عارفين ضمنهم إيه؟ الشهادة ضد العالم. بنشهد ضد العالم بسبب الخطايا اللي موجودة، أن الكنيسة لا توجد فيها خطية، والأشخاص اللي بيجوا يعترفوا عندنا محتاج أقول له ده غلط وما تعملش كده تاني. طب إحنا وظيفتنا دي؟ وظيفتنا احنا وظيفتنا، لان الخطيه تعمل ايه؟ تبعد الشخص عن ربنا. فانا كمان بقول لك ما تعملش كده. ان تصالح الخادم مع الخطايا عليه العوض في خدمه الكنيسه. علي انا اعمل ايه؟ ان غيره ربنا، اغار عليكم غيره الله لاني اقدم عذراء ايه؟ عفيفه للمسيح، عفيفه للمسيح. كانت عندها غيره. رابعا انها كانت تصلي باكثر حراره في وقت الازمه. وهذه عطية موجودة لكل المسيحيين. انت هتصلي انت بدموع ساخنة لما تتأزم بس. اما يبقى عندك أزمة هتعيط، لما يبقى عندك أزمة هتصوت، لما عندك أزمة هيتفتح الإنجيل والأجبية والقداس وكل حاجة، لدرجة ان الأبهات خلاص بعض الأشخاص أول ما يلاقي واحد دخل الكنيسة يعرف ايه تماما ايه عنده أزمة. أهلا بيك. وكأننا نعيش مع المسيح فقط انطلاقا من الأزمة. هي لا، هي لأنها مصلية أمام الأزمة حصل إيه؟ تعميق الصلوات. بتقول له كده، تقول لربنا وهب لكل أمة وكل عشيرة أن تعرف أنك أنت الإله. خلي الناس تعرفك. يا سلام، كلمة جميلة. يا ريت الناس يعرفوا المسيح.
كانت كل العالم يعرفوا المسيح. تقول له وهب لكل أمة وكل عشيرة أن تعرف أنك أنت الإله، إله كل قدرة وكل قوة. نفسي إن الناس تعرفك إنك أنت اللي عندك كل الإمكانيات. في مرة من المرات اتكتب في مزمور 79 قالوا كده، قالوا انقذنا، يصلوا ربنا يقول له صرنا عارا عند جيراننا، هزء وسخرة للذين حولنا، أعنا يا إله خلاصنا من أجل مجد اسمك، ونجنا واغفر خطايانا من أجل اسمك، ليدخل قدامك أنين الأسير، كعظم ذراعك استبقي بني الموت. لما نصرخ لك حافظ على الناس اللي هم اسمهم اصل ممكن هم معرضين، العدو داخل ياخد البلد، فحصل ايه؟ فبتقول له حافظ كعظمه ذراعك استبقي بني الموت، اسمنا بني الموت وادي ظل الموت، فانت الحقنا. يبقى انا محتاج. طب ايه رايكم اقول لكم حاجه؟ مش ساعات ولادنا واحفادنا رايحين في سكه غلط؟ انت محتاجه ايه دي؟ محتاجه تعميق الصلاه. ولادنا اللي مرات يروحوا الحته غلط من ناحيه حتى الالحاد، محتاجه ايه دي؟ مش محتاجه ان احنا نقول لهم شويه حاجات، محتاج بس واحد يرفع ايده، يرفع ايده ويصلي ويعمق هذه الصلاه ويقول له يا رب احنا مش عشان ابننا احنا بنصلي، لكن عشانك انت. بس الست دي نصحى قالت له كده هب للناس دي كلها تعرفك مين انت. تملي اقول كده. مره رحت كنيسه وقلت لهم انا هدي 5000 جنيه للي يوصف لي طعم التفاح، وبرضو انا مصر هدي لحضراتكم لو عرفت توصف لي طعام التفاح. يلا اللي عايز يجاوب، ده مفتوح 5000 جنيه. انا مستنيكم، فلوسك على الترابيزه. اللي شاطر منكم يقول لي طعم التفاح. ايه؟ لا طعم التفاح. اتفضل. ميزز؟ مش ميزز. اه لا. ها كلكم جاوبتوا عشان 5000. مش هتعرفوا تجاوبوا، انا متاكد. عمال انا بقول ليه الرقم مش هتجاوبوا. فقط ان تتذوق. مش هينفع خالص خالص انك توصف خالص. عشان كده يقول لنا داود، يقول ذوقوا وانظروا ايه ما اطيب. انت تذوق، انت مش عارف اوصفه لك. عشان كده بقول يا ريت الناس يذوقوا اللي انا ضايقه، بس يا ريت يعرفوا اللي انا عارفه. ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. فبقول انها كانت مصليه وكانت عمقت هذه الصلوات. اخيرا خامس حاجه عشان وقتكم، انها ضحت بنفسها وذهبت الى العدو. هذه الصفه، عارفين انه البنات الواحد خدم كتير، انا خدمت بنات، فتلاقي البنت اللي عاطفتها حلوه مع المسيح ممكن تيجي قبل ابونا في الكنيسه، تيجي في الضلمه، اهلها ممكن يضايقوها بس تيجي في الضلمه. العاطفه لما تتحرك ناحيه المسيح يعملوا بطولات. هكذا كانت النساء، يقول وكانت واقفات عند صليب يسوع مريم امه ومريم اخت امه. ده عندهم ايه؟ اهل العواطف اهي. ده عند الصليب اللي بيقبضوا على الناس، ده واحد معلق على خشبه انه لعنه، انه مدان، ان الشخص ده محدش يقرب منه، ده كل الناس بتتريق عليه، لكن هم راحوا. ضحت العذراء بنفسها عند الصليب، قالت رايحه. وهكذا مريم المجدليه نعطيها لقب انها المبشره او الكارزه او مبوقه، او انها كارزه القيامه الاولى. يقول ذهبت والظلام باقي، ودي صفه ما تناسبش الاخوات. الدنيا ضلمه تقول لك انا خايفه، مش ده الستات بيخافوا من الصراصير، مش هيخافوا من الضلمه. يقول لك لا لي حد. ذهبت والظلام باقي، انها تجرأت انها ممكن تضحي بنفسها. عشان كده يا احبه الست دي يهودت دي راحت، عارف عملت ايه؟ خرجت من بلدها وراحت لغايه خيام الاعداء. وما راحت لخيام الاعداء راحت وعملت احسن شغل. يقول الكتاب في سفر يهودت، يقول فامسكوها قائلين من اي جهه انت ومن اين جئت والى اين تذهبين؟ قالت انا بنت للعبرانيين وقد هربت من وجوههم. عامله تمثيليه يعني. لانهم اوشكوا ان يسلموا اليكم غنيمه، كل بلدنا هيبقى لكم غنيمه، انا جيت لوحدي. اما انا فاني ذاهبه الى امام اليفانا
رئيس قوات جيشكم، انا رايحه لغايه رئيس جيشكم. انت ما تعرفيش انه ده اصلا عايز ينقض على البلد، وانت تعتبري عدوه بالنسبه له. رايحه لرئيس الجيش اللي جاي يقبض على البلد دي كلها، انا رايحه عنده. يا لجرأتها. بزعل منكم اول ما تبقوا خوافين الرجاله، بزعل جدا ما تبقى خواف. المسيح يا احبه الله اداله شجاعه فوق الطبيعي، فوق الطبيعي، لكن للاسف اني ارى مرات بعض الخوف اللي يخليك حتى لا تتحرك. مش عارف ايه السبب. في بعض الناس خوافين. هديك نصيحه، لما تكرم ربنا كبير جدا وتقدره، محدش قدك. ما قدرتوش نمله تخوفك. هذه المرأة أعطت مثال رهيب جدا في شجاعتها، أنها ضحت بنفسها، رايحة لغاية هناك، لغاية العدو، ما قدرش عليها ولا كاهن في وقتها، ولا عمدة، ولا محافظ، ولا غيره. هي اللي راحت. مقدرة يا هودت إن راح لغاية رئيس الجيش، قائد القوات، عشان تقول له أنا يا عبرانية وعملت الحوار اللي معاه. عشان كده بزعل قوي لما لك حاجة تزعل يعني. مرة جت واحدة عايزة قال تفتح ملف، وأنا ضد ده، جوايا ضده. فقعدت، فقلت لها طب والولاد نعمل فيهم؟ قالت لي الولاد ولا عايزاهم يا ست، دول اولادك، دي حته منك. قعدت اقنعها اهميه الولاد، سيبك من جوزك، اهميه الولاد، وهي مش هنا. قلت لها على فكره المقابله انتهت. اذا كان انت مش عايزه تضحي من اجل اللي حته منك، حته منك، تعيشي من اجلهم، محتاجه تضحي. تقول لي لا انا مش عايزاه ولا عايزه عياله. الست دي يهودات ضحت بنفسها عشان ايه؟ مجموعه تعيش، مجموعه كامله تعيش. انا احتاج الى هذه النماذج الحيه اللي تمت في تاريخ كنيسه، ان في واحد ضحى بنفسه من اجل الناس، من اجل الغير. عشان كده شهدائنا القديسين في مصر، ليه لماذا كنيسه مصر ربنا محافظ عليها؟ نشكر الله. عشان عندنا دم شهيد نزل، دماء نزلت روت الارض، بوركت ارض مصر بسبب المسيح وبسبب دم الشهداء، لانهم ضحوا. فما ضحى حصل ايه؟ الكنيسه دي ربنا حافظ عليها. الكنيسه مرت باوقات عصيبه للغايه. عليكم ان تقرأوا بتدقيق تاريخ الكنيسه. ربما حصل شبه اباده للمسيحيين، لكن بقيت الكنيسه بسبب ان في ناس ضحت بس. عشان كده بدعوك انك انت كمان تضحي، انت كمان تضحي. دي علامه نضج. لما تعرف دي تضحي، انت كده نضجت. طول ما انت اناني وعايز ما هو لنفسك، البركات بعيده عنك. قال عنها الرسول يوحنا في يوحنا الاولى، يقول ايه؟ بهذا قد عرفنا المحبه. عرفناها ازاي؟ ان ذاك وضع نفسه لاجلنا. يكمل يقول فنحن ينبغي أن نضع نفوسنا لأجل الإخوة. واحد ضحى بنفسه، أنا كمان محتاج. يا بخت كل أب وأم عاشوا من أجل رسالة التضحية. يقول أنا بضحي، أنا دفعت دمي، أنا اديت من حياتي، أنا كمان مكمل تضحية. مش ضحيت ووقفت، لا، مكمل تضحية. يا بخت كل واحد التهب قلبه بالتضحية. يا بخت كل خادم ضحى. يا بخت كل أب كاهن عاش من أجل رسالة وضحى عشانها. عشان كده يا بختكم لو فهمتوا ان الست دي انقذت البلد بسبب التضحية، وانتصرت هذه المرأة، وانتصرت على جيش الأعداء. ولربنا المجد.